كل الهلا فيك. يا ستار هاي تمييز هاي هاي بدلة محاماة. بهاي الفقرة، فقرة تكون محاميا، راح تكون محامي عن هواي اشياء، منها اشياء تخص الشعر بصورة عامة، ومنها اشياء تخص سمير صبيح بصورة خاصة. نعم. فانا اريدك تلبس لي هاي بدلة المحاماة. انا اشكرك. الله يسلمك. هسه انت خليتوني محامي للشعر الشعبي. نعم نعم وفقرة غيري. نعم. المتعارف عليه المحامي يعني يكون مدافع. نعم اريد اتهاماتك للشعر الشعبي حتى يكون مدافع. نعم. يا الله. اليوم الشعر الشعبي العراقي، وانا متاكد توافقني الراي، يمر بانعطافه، والساحه الشعريه بها كثير من السلبيات، اعتقد انت مشخصها. نعم. انا يا ريت لو انت شخصها حتى دافع عنها ودافع عن الشعر. او تريد انا شخص، انا محامي واني. نعم، انا اريدك تشخص لي حاله، باعتبار انت اليوم تشخص لي حاله وتدافع عن الشعر الشعبي من هاي الحاله. ان شاء الله. نعم. والله هي هواي سلبيات، بدءا من مثلاً؟ جمهور الكي. شنو جمهور الكي؟ واجيك اياه أي. واحده واحده حتى دافع عن الشعر، لان هذا جاي يسيء للشعر الشعبي. نعم. والانسياق وانصياع الشعراء للاسف، مو الشعراء، بعض الشعراء او المتشاعرين، اذا راح اكون دقيق بالمفرده. نعم. مع المتلقي، مع الذواق. اصبح الان الذواق هو اللي يقود الشاعر، وليس الشاعر يقود الذائقه، وهذا الطامه الكبرى. وكثره المنتديات، هذا مما اعطى اعباء كبيره على الشعر وتشتت المتلقي. يعني انت اليوم شوف كثره المنتديات حاله سلبيه. نعم. نعم. هسه افصل لك اياها واحده واحده. والشعر عموما كبناء بدا هو لون واحد وقصيده واحده ممكن ان يكتبها اي شاعر. نحن نفتقر الى الوان، لاننا افتقدنا الى عده الوان بالشعر واسماء مهمه في خط. أنا ما اريد كوبي بيست، يعني ياتيني شاعر اخر مثل ما الشاعر المتوفى، لا، اريد نفس يكون نفس روحيته، نفس لونه، حتى الالوان لا تنتهي وتستمر الوان اخرى. نرجع واحده واحده. هي هاي اكبر مشكله تشوف. شنو اكبر مشكله اليوم اذا لان مشاكل مو سهله. مثلا اكبر مشكله تشوفها سيف الحلفي اي شاعر مبدع. نعم. ويكتب القصيده بشكل جميل جدا، لكن تأبى نفسه واخلاقه الشعريه وتربيته انه يجيب له مجموعه يوزعهم بالقاعه يصفقون له. شاعر معروف ومعروف جدا، كان يبعث بكيتين امامه يدخلون يتوزعون بالقاعه. نعم. وينقلون لي. اضف الى ذلك، حتى احنا اعطينا 5 محاور، المرحله الاخرى هي المحافظات ويعني تعصبها لشاعرها. احسنت. هذا التعصب اللي لمسناه بعده محافظات. اعذرنا من ذكر المحافظه لان ما اريد اطعن، لان كلهم احنا اليوم حتى نوضح للساده المشاهدين شلون يعني هذا اللي مؤسسه عندك او راح اوضح لك وللساده المشاهدين ذن السلبيات السته. نعم. اذا استمر الحال على ما هو عليه وما يسمعون الشعراء الموجودين. شنو دوركم اليوم كشعراء كبار؟ شنو موقفكم؟ ايش راح تسوون؟ احنا المصيبه الكبرى ما نقدر نسوي شيء لانه ما حد يسمعك. منو يسوي؟ الامام الصادق عليه السلام يقول لا راي لمن لا يطاع. نحن راح اعطي راي من هذا المنبر الشريف. نعم. نعم. راح انطي راي واطلقه، وانا اشكرك على هذه الفقره بالبرنامج. نعم. لكن من اللي يسمعك؟ انت الان خليتني محامي. نعم. راح ادافع عن الشعر. اليوم اكو هواي ناس استاذ سمير، هواي ناس متاثره بيك، وهواي ناس اليوم من تعطي راي يعني تفرضه عليهم. نعم. الراي بالناس ممكن، اما كحاله ما انا اثر عليك سيف. اثر عليك بالصوره الشعريه، اثر عليك بالشعر، اقدر اقنعك، اجيبك الى ما اريده انا وما يصبو الى الشعر. نعم. اني نعم. بس غيرك المتلقي ما اقدر. الذواق الان يجيب شعراء يقودهم، انت لا تسويش، انت سويش. نعم. الذائقه قامت، الذواق يقود الشعراء. هاي مساله مو سهله. نعم. خطره جدا. بدءا نجيك من جمهور الكيات، قلنا عالجناها. نعم. تتوزع كيه يصفقون، يصعد سيف الحلفي، ذولا ما يصفقون، يرادك 2 3 تعب الجمهور. او ما انت قصيدتك مقنعه، او مو شرط تكون مو مقنعه، جميله جدا، لكن ما استوعب يجوز الجمهور. نعم. لان جابين جماعه بس يصفقون. إيه شو يقول؟ قالوا والله
بدليل ليش ما نسوي مهرجانات انه نمنع بها الصفقه نتخلص من هاي الحاله؟ لا لي الشاعر يقدر يستغني عن الصفقه وتفاعل بالضبط. الجمهور. انا سمير صبيح عندي السكوت الجمهور افضل من التصفيق، لان اقول جاي يستوعبني، جاي يقول لي اني جاي يوصل لي ما اريده. نعم. انا الصفقه اريدها تحصيل حاصل كجهد. نعم. يعني يعطيني عطائي خبزتي. نعم. انا الصفقه مردودي المادي، اذا اكون دقيق بالمفرده، نعم. لقصيدتي مردودي المادي مثل ما الفنان على المسرح ياخذ التصفيق من الجمهور، يقول لك هذا عطى، هذا حصادي. قلنا الكيات والذائقه الشعريه لان اثنين اليوم ليش ماكو جهه، عفوا يعني انا عذرا على المقاطعه، ليش ماكو محاسبه للمسيء للشعر؟ يعني اكو مفردات انا ما اريد اذكرها، اكو شعراء يستخدمون يعني ما اعرف احنا بصراحه. يعني انا كمتلقي جاي احكي هذا الموضوع، ليش ماكو محاسبه؟ ليش ماكو قانون؟ ماكو قانون هسه هي اكو شغلات اذا راح نرجعها تاخذنا للجانب السياسي. قضايا كبيره بالعراق ما محلوله، فقضيه الشعر الشعبي طامه كبرى، لانه استسهلوه يكتب ابو يعني بالوقت الحالي ماكو فد حل مباشر. لا ماكو حل، بس مستقبلا احنا نطمح من الشعراء الجدد من جنابه، كل الشعراء الجدد هاي يكون يحاربونها، يشيرون لفلان يقول له هذا ابو الكيات، ما هذا جمهور الكيات، عندكم صفحات تواصل اشره. الذواق الذائقه مثل شلون يسمونه الذواقين، ذواق الشعر زين. لا يكون متسلط على الشاعر، انت ذواق تسمع الشعر بس لا تمشي الشاعر مثل ما يحلو لك. يعني لا تعطي ارائك فوق الشعر. هو الله طاه بذره ما انطاها الانبياء. نعم. يعني بذره الشعر شاعر، هو من كتبها ببنيات افكاره وحاطها على الورق وينزلها للشارع. خو ما يجي اخذ رايك دق الباب عليك، انت متلقي لا تفرض رايك عليه. قاموا يقودون الشعراء للاسف. مو كل الشعراء استاذ للامانه. الحمد لله الذي لم يجعلني من الذين يطبخون النومي ولا انت بلا بيتك طيب. نعم. انا ما اقصد لك اللي يطبخون النومي. مو كل الشعراء، شعراء مثل جنابه غيرك ما يرفض هاي الحاله. نعم. ثلاثه، اتمنى لجمهورنا بالمحافظات ان يترك شاعر المدينه، شاعر محافظته. نعم. لا يكون مع متعنصر، يتعنصر الشاعر محافظته مستحيل. لمستها بالبصره ما موجوده. استاذ سمير ممكن نحتوي هاي الامور مثلا فد مؤتمر نقاشي، مؤتمر توعوي، نجمع انتم تجمعون به فد جهه تتبنى. وصلته انت توصل المن لازم تفتر على العراق كلهم تجمعهم بمؤتمر وبفضائيه تقول لهم راح نحكي بفلان شيء. ما ممكن. هو الشيء الجميل يطرح نفسه. نعم. يطرح، بس احنا ذن المعوقات للشعر مستقبلا احنا نخاف عليه. احنا ندافع الان عنه، نقول يابا ترى هاي الحاله خطا، اذا شخصت في مهرجان اخر عالجوها، لان ما يصير. مو صحيح اخوان مو صحيح الشاعر اللي يجي يبوعوا له يقولوا له انت منو لا يوزع بالهذا او سماك، اغلبهم يريد صفقه الجمهور بالقاعه. صح. مستقبلا انت خليت القصيده باكر تتناقش القصيده، حط اياها على الورق. انا ما لي علاقه انت تهوس على المنصه. انا وصلتني يعني نقاطك وملاحظاتك اللي خليتها على الشعر ودافعت نعم. كمحامي للشعر. راح اطرح عليك قضايا تخص الشاعر سمير صبيح. انت اليوم هسه بهاي الفقره محامي عن الشاعر سمير صبيح. يا ريت والله. فاكو فقرات راح اطرحهن عليك. اسال. يعني بدءا سمير صبيح يتجاهل الناس بمقولته الشهيره ما اعرفه. نعم. هواي ناس نعم. يعني اكو ناس ماكله وشاربه وياك من يسيلك واحد اقول لك مثلا فلان من الناس لا ما ممكن ماكل وشاربه ما اعرفه، بس مرات يسالوننا على شاعر متشاعر. يعني انت تعرفه بس تقول ما اعرفه. متشاعر ما اعرفه، انا يوصلني بس الشاعر مشكلتي هاي. نعم انا اللي يوصلني الشاعر. بدليل اكو شعراء الان موجودين ويتبوون من برامج شعريه. نعم. بس انا ما مقتنع بشاعر. نعم. ان يكون ضيفي في برنامج. نعم. مو؟ نعم. عذرا انت هسه جنابك انا وجهت لك دعوه وان شاء الله ستكون ضيف في قوافي. مو لانه انا كنت في لا القصد، بس اكو ناس من اقول له ما اعرفه لان هو ما واصلني. نعم. ما مأثر بي. استاذ خلينا نختصر الاجابات يعني اذا سمحت لي. الشاعره شهد الشمري تحياتنا لها قاريه قصيده لسمير صبيح ومناسبتها. اذا اسمع لي سيف، اذا انت مقتنع بها كشاعر انت تقول شاعر. انا كمقدم جاي احكي استاذ. انا ما اعترف بها شاعر ابني، هاي ما لها علاقه بالشعر. انا استاذ هاي اسئله ناس. من حقك تسال، بس انا اقول لك ما لها علاقه بالشعر. البنيه شو شاعره تطلع بالتلفزيون. ما لها علاقه بالتلفزيون، التلفزيون يطلع حتى الكركدن.
حتى المومس يطلعن، حتى الراقصات الشرق يطلعن، ما له بس علاقه. هي يعني كاظم اسماعيل قاطع يقول هي شاعر مبدع. لا شيء له علاقه، هذا كل من رايي، بس انا رايي ومو افرض رايي على الناس على الاخرين. كلش جميل. ما لها علاقه الانسانه، يعني انا ما حتى المومس بقت ما ضميناها للشعر الشامي. سمير صبيح هواي يجامل ببرنامج منبر الحشد. اجامل شعراء شباب هواي يجاملهم منبر مستحيل. ها وهي تنحسب تاخذها الى مكان المجامله، مو مجامله. ايه؟ شاعر شاب يكتب عن الحشد، تعرف نعم. انت منبر نعم. الحشد قد طلع شعراء. نعم. والله شعراء بميسان وصوت يوصل لميسان شعراهم، يقول ما يخلونا نقرا بالاماسي، بس انا اتعاطف وياه مع النص، نص كبير جدا، فاتعاطف وياه مو اجامله، انا اريد اقومه، هذا جايني انا تقويم، انا مو لجنه سيف عليه. نعم. بالعكس هو متفضل جاي من العماره او من البصره او من السماوه، جاي الى بغداد ليخدم الحشد الشعبي. نعم. اولا تقف امام مساله الحشد الشعبي، هاي وحده. اثنين وجوده كشاب امامي ويكتب شعر حلو، انا ما اعتقد جاملت واحد اذا ما عنده ضربه واحده، ضربه شعريه. نزار قباني يقول الشاعر من مات وترك بيتا من الشعر. الله. انا يجيني بالقصيده بها ضربه جميله جدا، ما اقدر. نعم. اقول هذا ينم عن طاقه، مستقبلا القى منه. نعم. شو الراد له؟ اراده تشجيع. انت تعرف باليابان ماكو رسوب؟ لا. بالابتدائيه لما يوصل الكليه ماكو رسوب، يقول انا جاي اقومه ما جاي اوبخه. مو قلت لك الشعراء نعم. عندهم برامج. نعم. ما اريد استعرض الاسماء الان. نعم. بس اذا يوصلني شعرا واضح هسه مثلا محمد رشيد. نعم. محمد رشيد ما لامع نجمه. تحياتنا. لا اسالك عليه، تحياتي. لا محمد شاعر. رفعت الصافي، اصغرهم اخرهم تراب، سيد تراب. ايه؟ ما لامع نجمه، يعني بس الباقيين نجوم مو. نعم. استاذ انا اتمنى عندي سؤالين ثلاثه اتمنى اجوبتهم مختصره. وعريان سيد خلف مدرسه شعريه لو مو مدرسه؟ هذا ان سالته هو عريان شاعر كبير وتاريخ وعملاق. نعم. شنو ينقصه حتى يكون مدرسه؟ اعطيني حشا من النقص يعني اقصد اني كشعراء شباب. نعم. اعطونا 4 بالعراق كله متاثرين بعريان سيد خلف. شكرا الجواب كان واضح. بقصيده ما يعبرون للمنشد علي الدلفي اكو اتهام انه ما اريدك تنام وليلنا يطول، عدوك مو عليل وناحر تشول، ما اريد انعذر كل عذر ما مقبول. هذا نص. اكو اتهام للشاعر الكبير سمير صبيح انه طلع بالوزن. لا بالعكس، هذا الاخير نص ها وموجود ونشرته قلت لك الصفحه مالها ناشر به. يعني يجوز المنشد هو اللي لا مو المنشد، انا اعطيت العواطف، ضحينا بالنص نص على اساس وحده نعم يسوونه انشاد وحده. بس ما صار، ضحينا بالنص، اخذت الكوبليه الاول اعطيته 6 عواطف وقرته كنعي. نعم. يعني مقصورين، والثالث حتى يتحول تجليبه، حتى يتحول بالايقاع، يغير باللحن بالمقام ماله، ونزلت قصيده كامله. حتى انا اشكر تحياتي لاحمد ماضي، اتحدث عنها ونزلت له بصفحته، وديت له على الواتساب القصيده. انا جدا اشكر سعد صدرك. سؤال اخير من بعده راح نشوف قصيده الشاعر شاب. يا ريت. كان اكو خلاف بين حضرتك والشاعر المبدع احمد الذهبي، تحياتنا له، وتم الصلح. احمد يعتب يقول استاذ سمير مهم عندي وما اجاني للفاتحه، صار عنده فاتحه، ويقول حتى ما شال علي التليفون. لا فاتحه بالجديد؟ يعني فاتحه والده. لا بالجديد فاتحه والده؟ يعني هو يعتب. لا هو طلع ببرنامج هو بعدها نزعلت. قال ما يجيني، قال حتى ما اتصل علي. هذا بس خدمه. نعم تفضل. اني عندي اخوي كبير مات ما اجوني. الشعراء هواي ما اجوني. نعم. والدتي مالت زوجة ابوي ماتت ماكو. ولد اخوي 2 بانفجار، ونشر الانفجار بالسومريه. نعم. قناه السومريه، اخوي تعرض الى خلوه لعبوه. فما اجوني، ما عتبت على واحد بالتلفزيون. التلفزيون ترى يعني انا عذرا لسؤالك ما له علاقه بهاي الشخصيات. يعني انا احمد بالعماره، انت تعرف شعراء العراق كلهم اصدقائي. صح. اذا كل واحد يعني اروح للمناسبه وهو يدلل يستاهل. يعني لازم انا مفول بنزين 24 ساعه. شو تقول لاحمد بكلمتين؟ يا حمودي شاعر مبدع وحبيبي، واعتقد هذا سؤالك يعني انت يجوز بعد نصالح. نعم. اجاني سيد جاسم وقعدنا وسولفنا، واحمد شاعر مبدع، تحياتي له وماكو اي خلاف، وحباب حمودي. شكرا لسعد صدرك. واحب لان مبدع فدوى القلب. فما قلت لك، لو قايل لك شيء قلت لك ما اعرفه، بس تحياتي. استاذ سمير عندنا فقره قصيده من اليوتيوب، هاي الفقره الاخيره اللي نختم بيها. نعم. هاي راح نختار من كل ضيف يجينا انه نختار قصيده لشاعر شاب. هذا الشاعر الشاب اللي قدامنا هو شاعر بصري
وحاليا مغترب، يعني تغرب نتيجه الظروف، ظروفها شويه صعبه. اتمنى طلع خارج العراق. طلع خارج وين؟ العراق. يعني والله احنا ما نعرف تحديدا، بس هو شاعر مبدع ونتمنى له الحياه السعيده. خلينا نسمع القصيده ووراها نسمع رايك. نسمع. كنت مثل الحلم مضموم، كنت مثل الحلم مضموم، بس غفلا فتح بابه. طفل ما صدقت مجبور أعيش بقصة كذابة، وسجنوني بمهد مربوط، شكيت أهلي سلابة. المصيبة اللي يبكي بالكاروك ما حد يفهم عتابه، كبر حزني وطفل ظليت أخاف أحكي ويا سبابه، وكتبت اسمي بقلم جوعان ما حد ذوق كتابه. بزمن كان العلم ينساق بالعصا على طلابه، لا تنطي الدول مجروح، لا تنطي الدول مجروح إذا ما تعرف أسبابه. باكر جرحه مني طيب منك ياخذ صوابه. يا شاطر يا شاطر يظل كم جرحك فاتح كتابه. شوف الناس وصلت وين وانت بصف الذيابه، ولا يردون يصير انسان ما خلفوني بالغابه. يا شاطر يظل كم جرحك فاتح كتابه. شوف الناس وصلت وين وانت بصف الذيابه، ولا يردون يصير انسان ما خلفوني بالغابه. من شح الرزق عذيب، من شح الرزق عذيب، عاش بهيبة نيابه، وذبح روحه بوكر جوعان حتى يشبع اصحابه. واكراما شهر عذيب لبست اسود الغابه. وانا بعيني شفت انسان، شفت بهاي عين انسان شبعان وكل اصحابه. انا بعيني شفت انسان شبعان وكل اصحابه، وشفت اخر بلايا سنون بس بعين ضمنابه. وشفت خير، شفت خير يكتل الجوع اذا ما يلحس صوابه. وشفت انسان شايل سيف ما حز رقبه قرابه. العايش بالغرب لو ضاج، العايش بالغرب لو ضاج، يطلع حرقته ببابه. يدق بلاوي على الباب حتى يسمع احبابه. انا بخير بس مو زين، انا بخير بس مو زين، عايش كل شي بحسابه. وانا ادري التاجر من يطيح، انا ادري التاجر من يطيح ربعه تصير طلابه. وبيسول العمر لو طال شفه يهين شيابه. يا عيني الدمع مو ماي، يا عيني الدمع مو ماي، حرز عينك على حجابه. دمع مثل الندم يطيح كون بوردة احبابه. احمد المطوري احد شعراء البصره الشباب اللي جبرته انه الظروف يتغرب، وهسه هو حاليا خارج العراق. اريد اسمع رايك بيه. والله قصيده جميله جدا، اللي قراه جميل. يعني ما كنا عايش غربه، كنا بالعراق، كنا مواكب الحركه، بس الوقوف على المنصه يبين
بعد اكثر. نعم نعم. نتمنى نشوفه ان شاء الله بالعراق. نعم نعم. وتوجهوا له دعوه ان شاء الله. اكيد اكيد. وامسيه. اكيد. نشوفه بعد. استاذ سمير، احنا راح ناخذ فاصل صغير ومن بعدها راح نسمع شيء منك. نعم ان شاء الله.